السلام عليكم، اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، يا رب دايما تكونوا بخير. اسباب فوز الاهلي ان شاء الله على المصري والزمالك وتعادله مع بيراميدز. هنقول شويه تفسيرات كده. الاهلي لعب ماتش المصري بانسجام احسن من اتحاد العاصمه. اللعيبه بداوا يقربوا من بعض، بداوا يفهموا بعض. امام عاشور تالق وظهر اكتر واكتر. الكرة اللي لعبها على قصم منطقة الجزاء ولا زي ضربة الجزاء لرضا سليم وسط الزحمة، رضا سليم استغل الفرصة وحطها على الثابتة بتاع حارس مرمى المصري، معرفش يعمل لها أي حاجة. كمان في كاريزما وتوافق بين إمام عاشور وبيرسي تاو غير طبيعي. لعب ثرو في الهدف التاني والهدف التالت جميل جدا جدا لبيرسي تاو اللي لبس رقم 10 وتألق بعد ما لبس رقم 10. لبس رقم الخطيب ووليد صلاح الدين والحريفة الكبار. لعب يسرى زي كور محمد صلاح الجميلة اللي بتبقى على يمين حارس المرمى في أقصى الزاوية الأرضية، بتبقى صعبة جدا. أقصى الدورة الأرضية وأقصى الزاوية الأرضية اللي على الشمال فوق أو تحت لحراس المرمى. ودخل الهدف الثاني. الهدف الثالث برضو سرور رائع جدا من امام عاشور اللي هيبدا يتالق وتالق، وتقريبا حاسس برقم 22 على ظهره. ده بيعمل له مقارنه بينه وبين ابو تريكه، مع انه مش هيوصل لابو تريكه، فده هنشوف. الهدف الثالث كمان نزل قفشه وبرضه لعب بسرور جميل جدا لكريم فؤاد اللي بعد رجوع بعد الرباط الصليبي كان لازم يعمل له دعم كولر ونزله ليشوط الكرة. سبحان الله، حارس المرمى الكرة تقع من ايده وتخش جون. انسجام وروعة في الاهلي، وهنشوف ان شاء الله يوم الاحد مع الفريق الاثيوبي احسن واحسن. امبارح بقى كان في مباراة الزمالك وبيراميدز او بيراميدز والزمالك. بيراميدز جاب كرة ثابتة في عبد الله السعيد، لعبها على يمين برضه حارس المرمى. في كرة ثابتة بتبقى صعبة جدا لو معرفش محمد صبحي يلحقها، وطبعا محمد صبحي عنده مشاكل في الحراسة شوية، فالكرة سكنت الشباك. الشوط التاني شكل تاني، الزمالك رجع كأنه زمالك تاني. 10 دقايق بس تغيير، 4 تغييرات مرة واحدة من مدرب الزمالك. راح نزل اللعيبه، جاب دونجا كرة برضو من بره منطقه الجزاء متريحه زي شبه جون رضا سليم كده على الثابته بتاع حارس المرمى وبتاع احمد الشناوي، ما عرفش يعمل لها حاجه. ويواصلوا الزمالك هجومهم في ال10 دقايق اللي لعبوهم في الماتش. كرة عرضية وراح نضاي عملها على يمين الشناوي، برضو رياكشن الشناوي بيبقى متأخر بعد ما الكرة تعدي من تحتيه، وبعد كده اتجن مدرب بيراميدز وراح منزل 4 تغييرات مرة واحدة، منهم رمضان صبحي. طبعا انتوا عارفين رمضان صبحي وعقده كتير مع الزمالك، لما كان في الأهلي بيقف على الكورة اتلعبت هجوم شنيع من بيراميدز من بره منطقة الجزاء بالهيد. رمضان ما واخد القرار يلعبها على مرة واحدة في البعيدة في الشمال. الكرة برضو أصعب مكان لحراسة المرمى لتسكن حراسة جون في نادي الزمالك. يبقى محمد صبحي دخل فيه جون على اليمين وجون على الشمال، جون الناحية دي وجون الناحية دي. ونقول لبيراميدز لازم تستفيق أكتر من كده. بيراميدز بتلعب بدوري أبطال أفريقيا، مش هتيجي تقعد تلعب. مش خدوا بطولة ولا خدوا عملوا حاجة من ساعة ما جمعوا لعيبة الأهلي اللي مشوا لعيبة الزمالك اللي مشوا. يعني المفروض بيراميدز تفكر أكتر من كده، يعملوا مراكز متقدمة. وصلوا دوري ابطال افريقيا، هو مش هياخدوا دوري ابطال افريقيا بس يظهروا يلعبوا بالفلوس واللعيبه وشكل الناس اللي هم جمعوهم. وكل سنه وانتم طيبين، والاهلي ان شاء الله هيكسب في دوري ابطال افريقيا. ابو ظبي الرياضيه خد حقوق الدوري الافريقي زي اون سبورت. سيد عبد الحفيظ كمان انتهى اللي هيبقى مقدم البرامج على ابو ظبي الرياضيه. ابو ظبي جايه بقوه، هيبقى في منافس شرس جدا لاون سبورت. ابو ظبي الرياضيه هنتفرج على كوره تانيه.